ليه بقول نشتري ذهب عيار 24؟ هو مش عيار 21 وعيار 18 ذهب برضو؟ انا هقولك بحسبة الورقة والقلم ليه. قبل ما ابدا هنتفق ان الاسعار اللي انا بقولها دي ملهاش علاقة بسعر السوق، وانها مجرد ارقام انا بقولها علشان اقرب لك المثال واوضح لك. عيار 18 لو متوسط سعره 3000 هتكون مصنعيته في المحلات تقريبا 300 جنيه، يعني وقت البيع هتخسر مصنعية نسبتها حوالي 10% من قيمته. وعلى فكرة معظم الذهب عيار 18 في السوق بيكون مستورد، علشان كده مصنعيته اعلى. عيار 21 بقى لو سعره 3600 ومتوسط المصنعية 104 جنيه، وقت البيع هتخسر حوالي 2.9% من قيمته، لكن ممكن تاخد كاش باك لو انت جايب جنيهات ذهب. اما عيار 24 لو سعره وقت تصوير الحلقة 3886 جنيه ومتوسط المصنعية 50 جنيه في الجرام حسب وزن السبيكة، وكل ما وزن السبيكة زاد كل ما المصنعية قلت والعكس، فوقت البيع هتخسر حوالي 1.2% من قيمته، ده غير الكاش باك على السبائك. فنقدر نقول ان عيار 24 هو اقل ذهب بيخسر مصنعية وقت البيع، وعلشان كده هو الاختيار الامثل للاستثمار لو عايز تحافظ على قيمة فلوسك في شكل سبائك. وزي ما قلت لك الاسعار اللي في الحلقة هي استرشادية، واكيد اتغيرت وانت بتتفرج على الحلقة، بس نسبة المصنعية للسعر مش هتتغير، علشان كده برشح لك عيار 24 للادخار والاستثمار. قولي بتستثمر في الذهب ازاي؟